كلهم بيقولوا اني خايفة لا صابر يتجوز عليا. يتجوز عليكي؟ ده لو لف الدنيا مش هيلاقي ادب وجمال زيك انت يا ست سارة. لا يا عزيزة لا، الجمال مش هو كل حاجة. اللي يهم صابر انه يخلف وبس، ده جوزي وانا عارفاه. معلش ما تزعليش نفسك ولا يهمكيش كلام الناس ابدا، روقي كده روقي. انا عارفة ان صابر ما يستغناش عني، لكن انا هخلي كل واحد بيتكلم على سارة يسكت ويقفل بقه. هتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ انا هجوز صابر. ايه؟ هجوزه، هختار له الست اللي تعجبني واجوزها له، يمكن ربنا يرزقه بالخلفة منها. يا خبر ابيض، انت ترضي بكده؟ ما دام العمل ده يريح صابر ويطمن قلبه لازم ارضى. يسعد مساك ويعافيك يا صابر. ويعافيك يا بنت الناس الأصلة. اسمع يا صابر، انا عايزه اقول لك كلمتين. اللهم اجعله خير. انت يا صابر، انت لازم تتجوز يا صابر. ايه بتقولي ايه؟ اتجوز؟ اتجوز ازاي؟ كنت بتحب سارة وخايف على زعلها، نفذ اللي بقولك عليه. لكن ده مش ممكن يحصل ابدا يا سارة. ايه اللي خلاكي بتقولي كده؟ عايزة لك خلفة يا صابر، وانا ما فيش فايدة مني. يوه، انت لسه بتفكري في كده؟ مش هرتاح الا لما ربنا يرزقك بالخلفة. كل شيء بأمر الله يا سارة. طبعا، لكن تتجوز زي ما بقولك. انا راضية بكده، وانا اللي بطلب منك انك انت تتجوز. لكن ده ما حدش يقول كده ابدا يا سارة. في واحدة تطلب الجواز لجوزها. ايوه، انا عايزة راحتك، ولولا اني بحبك يا صابر ما كنتش اقول كده. معزتك عندي زادت اكتر واكتر يا سارة. صحيح انت من اصل طيب، وعمر الاصيل ما يعيب يا بنت عمي. اسمع يا صابر. نعم. ايه رأيك في راضية بنت الشيخ مبروك؟ مين؟ راضية؟ ايوه، هي دي اللي انا حاطه عيني عليها. يا شيخ سيبك من الموضوع ده بقى. ابدا، لازم احقق اللي انا عايزاه. راضية بنت حلال وكلها ادب وجمال، بس ريحني وقول موافق. اهلا وسهلا بست الستات، اهلا، شرفتي وانستي يا راضية. الله يشرف مقدارك يا بنت الاصول، ده انت الخير والبركة يا ست سارة. وانت في عينيا الاتنين. تسلم عينيك يا ست سارة. نقاوة عينيا وجوازة ايديا، بس ربنا يحقق طلبنا وينولنا اللي في بالنا. ربنا كريم وحليم. تعالي بقى لما طيبك بالمسك والعنبر ولبسك السندس والحرير، ده يوم الهنا ويوم المنى. ربنا ما يحرمنيش منك ومن طيبة قلب. وانا ماليش بركة الا انتي، الدار دارك. ربنا يعلم مقدارك يا رب يا ساتر. تعالى يا صابر. اللهم صل على النبي. ربنا يوفقكم ويهدي سركم. ما فيش كده راحة ولا سعادة في الدنيا. طول ما انا موجودة مش هتلاقي غير الراحة والسعادة. ان شاء الله تكوني مبسوطة وراضية. زي الحال يا راضية. انبساط. لما اقوم اوضب الغدا على بال ما تتكلموا شوية. كلك ذوق وكمال. ايه رأيك في سارة؟ يا سلام يا سلام على قلبها الطيب، حقيقي انها من بيت اصيل. وانا احمد ربنا واشكر فضله واشكرها هي كمان. لولاها ما كنتش اتجوزت راضية ولا اتمتعت بجمالها. وعشان كده هشيلها في عينيا الاتنين. ده ما فيش واحدة تعمل كده ابدا، دي لازم بتحبك قوي يا صابر. حب ملوش نهاية. ما انا كمان ما رفضتش لهاش طلب. قالت لي اتجوز وشددت عليا، ما رضيتش اقول لها لا، وافقت على طول، خصوصا لما عرفت اني هتجوز راضية. ربنا يصلح الحال.